4 طرق تعمل بيها فلوس من الانترنت لو انت جرافيك ديزاينر. كبر لي البايسبس والترايسبس. شكلك مش فاهم حاجه من البتاع اللي انت بتشربه ده وهتضيعني. رقم 1 العمل الحر او الفريلانس. مواقع العمل الحر في منها نوعين. النوع الاول فيها العميل بيكتب تفاصيل المشروع بتاعه وبيدخل الفريلانسرز يقدموا على الوظيفة دي، وهو يختار من الناس اللي قدمت على الوظيفة الفريلانسر الانسب. واشهر المواقع دي هي موقع ابورك وموقع فريلانسر وموقع مستقل وموقع 99 ديزاينز، وده خاص بالمصممين بس خد بالك لازم تكون تنين مجنح عشان تشتغل في الموقع ده. النوع التاني فيها انت كفريلانسر بتعرض خدمتك، انت تعرف تعمل ايه وبكام، زي مثلا انك هتصمم غلاف كتاب مقابل $20، والعميل بيدخل الموقع ويعمل سيرش عن الخدمة اللي هو محتاجها ويشتريها منك، على عكس النوع الاول اللي فيه انت اللي بتقدم على الوظيفة. واشهر المواقع دي موقع فايفر وموقع خمسات، وكمان موقع ابورك بيدعم انك تعرض خدمتك والعميل يشتريها. ولو عايز تعرف ازاي توصل لاول عميل خصوصا على موقع ابورك فانا عملت فيديو قبل كده هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. رقم 2 بيع الصور. ممكن تكسب من بيع شغلك وتصميماتك سواء كنت عاملها بنفسك او استخدمت الاي اي فيها، على مواقع زي فريبيك وشاتر ستوك، ودي مواقع عليها كل الصور والتصميمات اللي ممكن يحتاجها اي مصمم في شغله. رقم 3 البرنت اون ديماند او الطباعة على حسب الطلب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت عملت ديزاين لتيشيرت هتعرضه للبيع في احد المواقع، وهيدخل المشتري ويعجبه التيشيرت بتاعك فيشتريه، وبعدها الشركة هتاخد التصميم بتاعك وتطبعه على التيشيرت وتبعته للعميل، والمكسب بتاخده انت والشركة. طيب السعر بيتحسب ازاي؟ الشركة بتقولك مثلا تكلفة الطباعة والشحن $10، انت بتحدد السعر براحتك. يعني مثلا لو انت بتبيع التيشيرت ده ب$20 يبقى لما التيشيرت يتباع انت هتاخد 10 والشركة هتاخد 10. طب لو زودت السعر خليته مثلا $25 الشركة برضه هتاخد نفس $10 وانت هتاخد الباقي. وميزة الطريقة دي انها تعتبر باسيف انكم او دخل سلبي، لان انت بتعمل التصميم مرة واحدة بس وممكن الناس تشتري التصميم بتاعك آلاف المرات، وكمان انت مالكش دعوة بالشحن او المرتجع، كل ده بيبقى مسؤولية الشركة. ايه بقى اشهر مواقع البرنت اون ديماند؟ اول واحد هو ميرش باي امازون، وده من خلاله تيشيرتاتك هتتعرض على موقع امازون، وطبعا عارف ان امازون بيدخلوا ملايين الزوار يوميا، وده هيخلي تصميماتك تتشاف بنسبة كبيرة وتتباع كمان بدون ما تحتاج انك تعمل اعلانات. وتاني افضل موقع هو ريد بابل، وريد بابل مش بس متخصص في التيشيرتات، ده هتلاقي عليه اي حاجة ممكن تطبع زي مثلا مجات، ستاير، ساعات حائط، كفرات موبايل وغيرها كتير. وفي كمان موقع تي بابليك وزازل، وفي مواقع تاني كتير لكن اخترت دول لانهم الافضل والاشهر. رقم 4 بيع الديجيتال برودكت او المنتجات الرقمية. ايه هي المنتجات الرقمية؟ هي منتجات ديجيتال مش ملموسة، زي مثلا الفونتات، الايكونز، او مثلا تمبلت للسيفيهات، كتب تلوين وغيرها من الافكار اللي ممكن تبقى ديجيتال برودكت. ممكن تباعها على موقعك الخاص او مواقع مشهورة زي جمرود وكرياتيف ماركت. وبس دي كانت اهم الطرق اللي ممكن تعمل منها فلوس كجرافيك ديزاينر. لو استفدت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، لو عندك اي سؤال سيبه لنا في كومنت. ما تنساش